أهلين، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. فلوق اليوم غير تماما. اليوم رايحين الحرم ومرة مبسوطة. طبعا هذا الفلوق كان يوم الجمعة، بس عشان الاختبارات ما قدرت أنزله. وأول شي رحنا المخبز، اشترينا كذا شي عشان نفطر عليه في الطريق، وبعدين طلعنا الباص. بس الباص اتأخر علينا، يعني طلعنا كذا على الساعة 4 بعد الأذان، ما جاني إلا 6 تقريبا. والحمد لله طلعنا، وطولنا شوية في الطريق لأنه على طريق السيل نحن رايحين مو الهدى. وهنا بعد ما وصلنا مكة الحمد لله بالسلامة، وقفنا عند هذه المقابر، الله يرحمهم يا رب أجمعين ويغفر لهم. وهذه المقابر اللي دايما كنت أشوفها في التيك توك قبال الحرم، هي أيوة اسمها مقبرة شهداء الحرم، الله يرحمهم يا رب. وهنا بعد ما وصلنا الحرم الحمد لله، شايفين المنظر اللي من جد يسر الناظرين، استغفر الله. يعني مرة ما شاء الله، شعور مرة حلو. المهم كان يوم الجمعة زحمة للأمانة، بس مو مرة، ربي يسر لنا يعني العمرة الحمد لله، وقدرنا نمسك الكعبة الحمد لله يا رب. بس ما قدرت أنزل لقطة إننا مسكنا الكعبة لأنه صورت يدي وكذا كانت مكشوفة. هنا بعد ما رحنا الصفا والمروة وخلصنا وانتهينا الحمد لله، شربنا موية زمزم. وهنا كان الوداع، خلاص بنروح. نفسي أعيش في مكة للأبد، أكثر مدينة هي والمدينة المنورة، نفسي أعيش فيها للأبد. وهنا خلاص خلصنا، صلينا العصر ومشينا. هنا شوفوا الحمامات، ما أتوقعت إنه حمامات مكة كذا جريئة، ما شاء الله تجنن، يعني ما تخاف وزي كذا، ما شاء الله يعني. وهنا خلاص رايحين الطايف نازلين، والحمد لله وصلنا بالسلامة. طبعا وصلنا المغرب كذا، حركنا العصر وصلنا المغرب، بس حرفيا كان حر والله مو طبيعي. يعني الحر حسيت من جد انه دخل جوا راسي، لانه نحن رحنا الصباح وكذا. بس الحمد لله ربي يسر لنا. بس والله ما انصح اي احد يروح الصباح وزي كذا. أساسا فجأة كذا الجو في الطريق اتغير، فجأة برد. يعني الطايف مو مرة برد حتى، بس يعني الجو شوية. أما مكة حتى الهوا بوخ يا لطيف. الله ييسر، يعني أي أحد يروح الصباح، واللي ما يتحمل الحرارة أو يطيح في الشمس ما أنصحه يروح. وهنا بعد ما رجعت أخذت لي دوش، وعلى طول كنت ميتة جوع مرة لأننا مشينا كثير.